السلام عليكم. معكم أحمد ناشر السعادة. اليوم غادي نبداو الحلقة الأولى ديال تاريخ المغرب. هاد التاريخ اللي تيلعبو فيه الناس بزاف وتيهضرو شي هضرة ماشي هازيك، ولكن معرفتش علاش هادشي واقع في هاد الأواخر. وهادشي علاش أنا بغيت نقول لكم تاريخ المغرب بواحد الرواية سهلة بحال شي قصة كوميك ناشطة تضحككم وتنشطكم، ومنها تعرفوا التاريخ ديالكم ديال المغرب. وموجه للمغاربة وللشباب اللي باقي معرفينش تاريخ المغرب، ولا اللي عارفين عليه شي حاجة قليلة. المهم هادشي راه بيبقى غير جوج دقايق، ولكن كل جوج دقايق فيها واحد الحاجة. نبدأ اليوم بهاد المقدمة اللي هي تبين بزاف د الحوايج. هو أننا غادي نمشيو معاكم نكملو تاريخ المغرب من يبدا. اللي خاصكم تعرفو هو جازما مكاينش شي حاجة سميتها العصر الحجري. هادي راه كذوبة ديال هاد العصر. راه بادي الإنسان منين بدا هو مزيان، هو تيلبس مزيان، ياكل مزيان، كلشي عندو مزيان، وعندو عقلو تيدير كلشي. وأن هادشي اللي تتشوفو نتوما بحال هاد الشي ديال أفريقيا وهادشي اللي تيلبسوه الشرطات وتيبداو تيديرو تيكتبو داك التخربيق وكذا ماشي من الجاهلية. هاداكشي هادوك أقوام تيهربو باش تتكون الإمبراطورية. ماشي كلشي بغاها، كاين واحد الفئة تتهرب، وفاش تتهرب هي اللي تتبدا من جديد، فتتمشي تدير شي ألعاب ماشي هي هاديك، تدير شي حوايج ماشي هي هاديك. أما هو راه مكاينش شي عصر حجري. بدأنا